الفيلم كيبدا بالضحك واللعب وكيتقلب المصيبة كحلة ومؤامرة عائلية شيطانية ما طايحاش حتى على بال إبليس بنفسه. القصة ديالنا كتبدا بواحد اللقطة زوينة، الأسرة صغيرة سعيدة ناشطة كيلعبوا كاملين تحت الماء في البحر. الأب سميتو بيترو والأم إلينا والولاد صغار هما جيوفاني وبيانكا، وهما كيلعبوا فجأة الولاد غبروا تحت الماء، باهم وامهم تقطع عليهم النفس وبداو كيقلبوا مخلوعين، وفجأة خرجوا البراهش كيضحكوا. تبا لكم على هاد البسالة. ولكن السعادة تقلبات نيشان. دازت فترة وكنشوفوا بيترو وإلينا قاعدين في المكتب المحاميين باغيين ينفصلوا ويطلقوا. إلينا بدات كتشكي وكتقول باللي ما عارفاش تهضر بالإيطالية وما قادراش تعيش في هاد البلاد السعيدة وباغيه ترجع لبلادها نيويورك فين كانت طبيبة نفسية. والمحامي ديالها جبد الورقة تاع المصلحة وقال: سيدي الرئيس، موكلاتي سلفات هاد الخينا الفلوس صحيحة باش يشري مزرعة، ولكن المعلم صرف الفلوس في الشراب والقمر طلع دم وولات عليه كريديات بزاف. ناضت المحامية ديالو قالت باللي مراته مدمنة وما صالحاش تكون زوجة وأم. بيترو الأصيل ناد دافع على طليقته وقال: لا لا لا، إلينا ماشي مدمنة، دارت حديثة هادي شحال، بابها كتاخد أدوية النعاس بالقانون، مسكين نية وكيدافع عليها والمحامية ديالو بغات ترفقو بهاد النية الزايدة. المهم دازت ايام وبيترو مشى للعماره، خدا ولادو باش يقضيو معاه الويكاند في المزرعه بالمركب ديالو، وتما تلاقاو بصاحبو القديم نيكولا اللي كيدور في عالم مخدرات، وبيترو حضر ولادو ما يقربوش منه. وصل بيترو وولادو للمزرعه ولقى واحد خينا سميتو سانتو كيسالو الفلوس وباغي يشري المزرعه بزز. بيترو جرى عليه وقال ليه فلوسك غتاخدها في الوقت. دخل بيترو عند ولادو وبنتو بيانكا قالت ليه: ابا السيفون تاع الحمام ما خدامش. قال ليها: هذاك السيفون راه مطور، خاصك توطي عليه 2 مرات باش يخدم، عقلو مزيان على هاد السيفون حيت هو اللي غيفرقع الفيلم. نعس ولادو وخرج يكمل المات، ولكن كمل القعده بجوج كرويات منقيين وشي قراعين تاع الكول، وبدا كيتفرج في الماتش وجلست الحرام معروفه خوتي. كمل الماتش وناضي تمايل مشى يطلع على ولادو والصدمه، الناموسيه خاويه، ولادو ما كاينينش، بدا كيغوت في المزرعه كامله، ولكن ولادو فص ملح وداب. في هاد الحصله كتصل به طليقته إلينا، صدمها بالخبار وجات كتجري شاعله فيها العافيه وقالت ليه: نخلي لك الولاد نهار مشاولك. قال لها: تهدني. قالت ليه: كيفاش نتهدن؟ انت فاشل وقمار وكذاب ونصاب وزايدها مشاولك الولاد. وفجاه صونا التليفون تاع بيترو من مرا مجهوله، وخرج ليه صوت غريب كيقول ليه: الولاد عندي، وإلا بغيتيهم يرجعوا وجد ليا 150 ألف يورو كاش، وإلا علمتي البوليس قرع عليهم الفاتحه. اللي نغوتت عليه اتصل بنيكولا وطلب منه الفلوس، هو الوحيد اللي معاه كاش، ولا غنجرجر امك في المحاكم. الغد ليه في الصباح بيترو مشى عند نيكولا يبوس اليدين. نيكولا شاف فيه بتكبر واستغل الحاجه ديالو وقال ليه: انا غنعطيك 150 الف يورو كاش، ولكن الدنيا ما فيهاش الفابور. ابا بيترو، انت ملي تزوجتي ميريكانيه بعدتي مني ورجعت كتعاملني بحال الحشره وحاس براسك حسن مني. الا بغيتي الفلوس عندك مهمه صغيره، غتاخد المركب ديالك وتمشي لواحد البلاصه في اليونان، 3 سوايع تاع الطريق، تاخد الامانه وترجع تاخد فلوس ودا من التليفون دياله بحجه مصلحه باش ما يتشتش بالجي بي اس. بيترو خرج عند إلينا اللي كانت كتسناه وعلمها بالبلان. إلينا قالت لي: انا غندخل نفهمه، ولكن رفض حيت خايف عليها من نيكولا. ودعاته بلقطه رومانسيه وقالت له باللي مازال كتبغيه وما بغاتش العداوه. هو وعدها يرجع الولاد ونشوفوا حل اللي يرضي كل شيء. مشى بيترو في المركب وسط البحر حتى اليونان، بالخلعه والوسواس دخل المطعم اللي قال ليه نيكولا، قعد والوضع كان مكهرب وكل شيء كيشوف فيه، عيق بالبلان. نطلب من واحد خينا يعطيه التليفون، اتصل بإلينا وقال ليها تعلم نيكولا باللي راه مازال قاعد، وغير رجع جاب ليه الكارسون فاتوره ومكتوب في الظهر ديالها: رجع لدارك دابا. بيترو خرج من المركب وهو كيتحرك، تبعوه 2 مجرمين خلاوه يسجل اوديو بزز بصوتو كيعترف باللي استلم البضاعه، وعطاوه صاك كبير ونزلوا فتح الصاك لقى فيه 10 كيلو تاع الفارينه، خباها بزز ومكسيري بالمركب اقصى سرعه. من بعد مركب حبس ليه وسط البحر على حصله كي دايره، اضطر يتصل بالبوليس تاع البحر يطلب منهم المساعده. خبى الصاك في واحد القنت وجاو البوليس وبداو كيصلحوا فيه، والضابط بدا كيشك فيه وسولو: شنو كدير هنا في هذا الليل؟ بيترو دار فيها صياد مسكين وقال ليه: كنت كنصيد ولكن هاد الليله ما كاين والو، الحظ زيرو اسعدت الضابط. الميكانيكي قال ليه: خاصنا نمشيو للميناء حيت هو اللي قريب، وهذا الميناء بعيد بزاف على مدينته. وصل للميناء خدا الصاك وتلاح راكب في واحد الكار وهو مبهدل. طلب تليفون من واحد الراكب، اتصل بإلينا لقى تليفونها طافي وخلى ليها ميساج باللي راه راجع في الطريق. نعس من كثرة العيا، ومن اللي فاق لقى 2 دراري كيسحاب ليه باللي ولادو بيانكا وجيوفاني
بقى كيغوت صدقو كيتشابهوا ليه والناس كيشوفوا فيه سحاب ليهم غاشي هبيل. وصل بيترو للمدينه وطار نيشان لدار نيكولا، لقى خينا داير مهرجان وحفله وسكران. نيكولا بدا كيعرف الضيوف ديالو على بيترو كيقول لهم هذا خويا وماشي صاحبي وهذا اللي تقلب عليا. بيترو قال ليه ماشي وقت هاد الهضره، هاك البضاعه وعطيني الفلوس بسرعه الولاد غيموتوا. نيكولا تعصب وبداو كيتضاربوا بالبونيه ومبهدلين تطاحوا في الارض، حتى فاق نيكولا بشويه وعطاه الفلوس والتليفون ديالو. بيترو هز العاقه 150 ألف يورو الشريف وطار للدار إلينا بالفرحة. دخل للدار هنا غتوقع أكبر صدمة في التاريخ، لقى ولادو جيوفاني وبيانكا قاعدين في الطاولة كيفطروا. بيترو مشى كيجري كيبكي ويعنق في ولادو ويقول لهم كيف جيتوا لهنا، واش كنتو مخطوفين؟ جيوفاني قالت ليه اش من خطيف ابا، راه كنا في الدار عادي. خرجات إلينا كتمسح بعينيها وتصدمات من الشكل ديالو المبهدل. بيترو قال ليها هاكي الفلوس تاع الفدية، واش باغيه تهبليني؟ إلينا قالت لولادو دخلوا للبيت وقالت لبيترو شوف انت الشكل ديالك يا شارب شي حاجه ولا تسكنت. الاولاد ما مشاو حتى البلاصه، بعد منا ولا نعيط للبوليس. اخينا وعقلو غيطير ويقول واش انا اللي مسطي ولا شنو واقع. هو صايقو مصدوم. وصلوا اوديوم إلينا وهنا كتبان الحقيقه الشيطانيه. إلينا سمعت الاوديو اللي سجلوا ملي كانوا شادين المجرمين في اليونان، هو كيعترف بصوته باللي هاز 10 كيلو تاع الفريده. قالت ليه انت ما خليتي لي حتى خيار، انت مسطي ومجرم، وانا غناخذ تسجيل ونمشي للمطار نسافر بالولاد لنيويورك، والا ما جيتيش تمضي على الموافقه تاع الحضانه دابا غنصيفط هذا الاوديو للبوليس وتخمر في الحبس. بيترو تصدم وعرف باللي طاح في الفخ نتاع طريقته اللي دارت هذا السيناريو كامل باش تبينو مجرم وتاخذ الولاد بالقانون. رجع لدارو، دخل لبيت الولاد وبالصدفه دخل الحمام، حتى كيشوف في الحمام فنيده مرميه في الماء وما هبطاتش. وعلاش ما هبطاتش؟ حيت إلينا مسخوطه ملي نومات الولاد بفنيد في العشاء وشفراتهم من الدار، لاحت الشريط وباقي في السيفون، ولكن ما عرفاش بلي السيفون تاع بيترو مطور وخاصك تورك عليه 2 مرات باش يخدم. الله على غباء الله. بيترو طار لدار إلينا لقاها خاويه، قلب في القجر تاع الادويه ديالها ولقى نفس الشريط تاع الفانيد ناقصه منه حبه اللي لقاها في الحمام، وعرف باللي هي اللي نومات الولاد وداتهم في سر ومثلات الاختطاف. طار المطار بالسنطيحه ديالو، لقاهم غيركبوا في الطائره اللي نعطاتها ورقه يمضي بالثقه، وهو شد الورقه وقطعها وقال لها ابتسامه بلعيها وشربيها المدام خطه تبدلات، انت غتسافري لنيويورك بوحدك والولاد غيبقاو معايا هنايا في ايطاليا. إلينا قالت ليه باش غتثبت هاد الهضره على العشير؟ قال ليها سولت الدكتور وقال لي بلي الاثر نتاع الافيون والمنوم كيبقى في الشعر نتاع الولاد لمده طويله. الا عيط للبوليس دابا غتمشي للحبس بتهمه تعريض لحياه الاطفال للخطر والتزوير للجريمه. إلينا تقطعوا ليها السلوك، وعرفات راسها خسرات الماس قدام السيفون تاع الحمام ب2 مرات، ودعات الولاد بالبكاء وقالت لبيترو بلي البوسه اللي عطاتها كانت مقلبها ولكن ما قادراش تعيش في ايطاليا. مشات وبيترو رجع مع الولاد للمزرعه فرحانين، ولكن في المشهد الاخير بيترو كيرجع لدارو وكيلقى إلينا رجعت واقفه في الصالون كتبتسم بكرامه ديالها، وقررت تبقى تعيش معاهم حيت الحب غلب الخطه الشيطانيه. وبهذه النهايه كيسالي الفيلم ديالنا اليوم. الى عجبكم هذا الملخص نفرقع خبطوا هذاك اللايك واشتركوا في القناه وخليوا لي رايكم في التعليق، وباي باي سلام.